اهلا يا جماعه، انا النهارده هشارك معاكم ازاي بعمل خطه للاسبوع ولليوم. وفعلا تخطيط الاسبوع ما بياخدش مني ربع ساعه، يعني ربع ساعه في اول الاسبوع فعلا بيخلي الاسبوع منظم جدا جدا بالنسبه لي. كواحده اغلب السنه بكون بشتغل وبدرس في نفس الوقت، فبجد بكون محتاجه ان على طول اسبوعي يكون مترتب. وطبعا ترتيب الاسبوع بينتج عنه ترتيب الايام، فهشارك معاكم النهارده ازاي بعمل كده. وبجد هكون مبسوطه جدا لو قدرت اساعد حد فيكم ان هو يرتب وقته. فعلا ان انا اخطط لحاجه معينه او ان انا ارتب دي حاجه يعني جميله جدا بالنسبه لي. بحب اقعد كده وارتب واخطط، وبحب اكتر ان انا انفذ الخطه اللي انا عملتها. فهشارك معاكم النهارده ازاي بعمل كده. اول حاجه ازاي بخطط، انا بستخدم تكنيك جوانب الحياه. ايه هي جوانب الحياه؟ جوانب حياه الانسان كلها هي الجانب الديني، الدراسي، النفسي، العملي، المالي والاجتماعي. هما 6 جوانب. الست جوانب دول بمسك جانب فيهم واخطط له، عشان ما اكونش قاعده بتكلم كده وخلاص وممكن تكونوا انتوا مش فاهميني. فهنخطط سوا للاسبوع ده عشان يكون زي تدريب عملي كده للتخطيط. فيلا بينا. معايا الاجنده دلوقتي، هبدا اكتب التاريخ بتاع الاسبوع، بعد كده هكتب الجانب اللي انا هبدا اخطط له، بعدين هكتب ايام الاسبوع. اول حاجه ببتدي اكتبها هي الاحداث اللي هتحصل. يعني لو انا عندي امتحان معين هكتب التاريخ بتاعه، لو انا هذاكر لحاجه معينه هكتب التاريخ بتاعها. فببدا ان انا اكتب هنا المذاكره اللي عندي والامتحانات اللي عندي، علشان ده الجانب الدراسي. كده خلصنا مع بعض الجانب الدراسي. هبدا في الجانب كده، هبدا في الجانب الديني. كان المفروض ابدا بالجانب الديني الاول، بس انا بدات بالجانب الدراسي عشان ما انساش بس الحاجات اللي انا كنت عايزه اكتبها. فهكتب الجانب الديني. هكتب العادات اللي انا عايزه التزم بيها، مثلا لو انا هقرا سوره الملك قبل النوم، او لو ورد القران بتاعي، لو في السنن اللي انا عايزه اصليها. كل الحاجات دي هبدا ان انا اكتبها في الجانب الديني، ومش شرط اكتبها بايام الاسبوع لانها مش مرتبطه بايام الاسبوع، هي حاجه عايزه اعملها 7 مرات. فانا هوريكم دلوقتي انا بعمل ايه. كده بكتب العادات اللي في الجانب الديني اللي انا عايزه اعملها طوال الاسبوع ده، وجنبهم بعمل 7 مربعات. هسيب باقي الصفحه لان لو في عادات معينه انا عايزه اعملها هبقى اكتبها برضو، مفيش اي مشكله. بعد كده عندنا الجانب المالي. بكتب الحاجات اللي انا عايزه اشتريها اذا كان في حاجه عايزه اشتريها، والفلوس اللي معايا، واشوف انا بصرف قد ايه. وده بس علشان اتابع المصروفات بتاعتي. لو في شخص مش عايز يتابع المصروفات بتاعته عادي، ممكن ما يعملش الجانب المالي، مفيش اي مشكله. بعدين عندنا الجانب الجسدي. لو في اي عاده تانية افتكرت ان انا عايزه اعملها فاقوم كاتباها في الجانب الجسدي. بعدين عندنا الجانب النفسي. حرفيا الموضوع ما اخدش مني 10 دقايق، كان 8 دقايق بالظبط. فاللي انا لسه ما عملتوش هو الجانب بتاع الشغل، وانا هعمله دلوقتي. ما عنديش بس غير حاجه بسيطه بس الاسبوع ده. بالنسبه للجانب الاجتماعي فانا مش هعمل فيه اي حاجه الاسبوع ده، لان مفيش اي حاجه اعملها. يعني مش هخرج مع اصحابي او مش هعمل حاجه معينه ليها علاقه بالجانب الاجتماعي، فمش هكتب جانب اجتماعي الاسبوع ده. بس زي ما قلت لكم، اي جانب احنا ممكن نعدل عليه طول الاسبوع عادي، مفيش اي مشكله. بالنسبه للجانب الدراسي فبنكتب لو عندنا مذاكره معينه في يوم معين مختلفه مثلا عن الجدول بتاع المذاكره اللي احنا كنا بنعمله بسبب الامتحانات، مفيش اي مشكله، بنكتبه برضو في الجانب الدراسي. في الجانب الديني انا بكتب العادات اللي انا عايزه اعملها ليها علاقه بالجانب الديني. الجانب المالي الحاجات اللي انا عايزه اشتريها واتابع بس الفلوس اللي انا بصرفها في ايه. الجانب الجسدي لو حد عايز يلتزم على رياضه او اكل معين او اي حاجه معينه ليها علاقه بصحه الجسد يكتبها، يعني يكتب العادات دي فيها. الجانب النفسي اي حاجه بتحسن نفسيتنا. يعني انا بالنسبه لي حاجتين بجد بيحسنوا نفسيتي جدا، ان انا اقعد في البلكونه واقعد بقى اتفرج على السحاب والشمس والحاجات دي، وان انا اكتب يومياتي. وبالمناسبه يا جماعه، كتابه اليوميات مش شرط ان انا اكتب الحاجات اللي بتحصل في اليوم. لو انا عايزه اخلد ذكرياتي مفيش اي مشكله ان انا اكتب الحاجات اللي بتحصل في اليوم، انما انا بمارس كتابه اليوميات بان انا استخدم الاسئله بتاعه كتابه اليوميات. لو انتوا عايزين نموذج للاسئله دي هتلاقوني منزلها في شورتس كتير جدا، وممكن اكتبها لكم برضو في الكومنتس لو انتوا عايزين تبداوا ان انتوا تكتبوا يومياتكم. بجد دي اكتر حاجه برشحها لاي شخص عايز يبدا يتعرف على نفسه، يبدا يحب نفسه، يكون في سلام كده مع نفسه من غير ما يحس بالذنب على اي حاجه ملوش دعوه بيها، من غير ما يحسس نفسه بالضغط، من غير كل الحاجات دي. حاليا كتابه اليوميات حسنت فيا كتير قوي، فعشان كده على طول بتكلم عنها وبقول انه يا جماعه جربوها على الاقل مره، وجربوا الاسئله بتاعت كتابه اليوميات دي. فعلا بتاثر واثرت فيا كتير جدا. طبيعي في اسئله كتابه اليوميات انها بتاخد وقت على ما اجاوبها. يعني الاسئله بتكون ليها علاقه بمثلا امتى اخر مره اخدت قرار لصالح نفسي، فانا هقعد افكر بقى يعني امتى اخر مره اخدت قرار لصالح نفسي ولمصلحتي فعلا. طيب لو انا ما بعملش ده، يعني مش فاكره خالص،
ففعلا هقعد احاول اكتر. لو حاولت اكتر وما لقيتش خالص فهكتب ان انا مش عارفه امتى اخر مره اخدت قرار لصالح نفسي. وبعد كده السؤال ده هيفضل معلم في دماغي لان دي حاجه انا مش عارفاها وكتبت في الجورنال انا مش عارفاها. فبعد كده لما اخد قرار لصالح نفسي هيكليك على طول في مخيلتي وفي دماغي انه انا كده اخدت قرار لصالح نفسي، خلاص هروح اكتب ان انا عملت كده. بجد الاسئله بتاعت كتابه اليوميات بتخليني عندي ادراك بتصرفاتي وعارفه نفسي، عارفه انا بعمل ايه امتى، ولو في حاجه فعلا انا مش عارفاها في نفسي، واللي اصلا طبيعي جدا لان احنا مش عارفين نفسنا 100% زي ما احنا مش عارفين اي بني ادم 100%. فببدا ان انا اتعرف واطور على نفسي بيها. المهم انا اتكلمت في موضوع الجانب النفسي ده كتير، فانا اهم حاجتين بالنسبه لي ان انا اقعد في البلكونه وان انا اكتب يومياتي. لو في حاجه مهمه عندكم في الجانب النفسي انتوا بتعملوها علشان صحتكم النفسيه تكون احسن يا ريت تقولوا لي. بعد كده في الجانب بتاع الشغل فانا ما عنديش غير حاجه بسيطه جدا الاسبوع ده بس كده يا جماعه. هي دي الطريقه اللي انا بخطط بيها للاسبوع، ان انا بقسم الجوانب بتاعه الحياه. كمان لما كنت بخطط للاسبوع كنت بخطط بطريقه عشوائيه جدا، كنت بكتب كل حاجه المفروض اعملها، ما كنتش بقسم الجوانب ولا حتى كنت بكتب يعني مثلا لو في عاده معينه ما كنتش بعمل لها خانات 7 مرات مثلا ان انا اعملها طول الاسبوع ولا اي حاجه من الحاجات دي. فبالنسبه لي ما كانش فيه فعاليه في تخطيط الاسبوع، انما تخطيط الاسبوع بالطريقه دي بجد هي اكتر فاعليه بالنسبه لي، اكتر حاجه بتجيب نتيجه بالنسبه لي، اكتر حاجه بلتزم عليها لان هي بسيطه جدا، هي مش معقده خالص وما اخدتش مني 10 دقايق في الاسبوع. تخطيط الايام، بالنسبه لتخطيط الايام ففي طريقتين لتخطيط الايام. اول حاجه تجيبوا تو دو ليست، او برضو زي ما قلت لكم ممكن الاجنده دي استخدمها تو دو ليست عادي مفيش اي مشكله، بس دي عشان عندي من سنين وانا ما استخدمتهاش فبستخدمها. ممكن تستخدموا اي اجنده قديمه، ممكن تستخدموا اي ورق تدبسوه مع بعض. الموضوع بجد بجد ابسط ما انتم تتخيلوا، مش محتاجين غير بس اي حاجه فيها ورقه وقلم. بجد الموضوع بسيط، ما تحطوش ضغط على نفسكم ان انتم محتاجين تشتروا حاجه معينه عشان تكونوا منتجين، لان الانتاجيه مش بالادوات، الانتاجيه بالافعال اللي احنا بنعملها. فبعد كده بكتب بقى كل يوم الحاجات اللي انا هعملها النهارده. اذا ما خلصتهاش كلها مفيش مشكله، انا مش روبوت عشان اعمل كل حاجه مطلوبه مني، بس هحاول ان انا اخلصها كلها. اوكي، ولو في حاجه ما خلصتهاش في يوم معين بنقلها اليوم اللي بعده، مفيش اي مشكله خالص. يا اما بقى بنستخدم اي ابلكيشن على التليفون، في ابلكيشن اسمه تيك تاك تقريبا، ممكن احط لكم صورته هنا، وفي نوشن، انا بستخدم نوشن، وفي حاجات كتير جدا بصراحه يعني بتنظم عليها التو دو ليست بتاعتك كل يوم. فبصراحه التليفون مميز في حاجه انه لو شخص بيقعد اغلب الوقت بره البيت ودي موجوده في البيت، او دي مش هشيلها معايا في شنطتي عشان اعرف انا ورايا ايه، فالموضوع بيكون بسيط، بفتح التليفون اشوف انا ورايا ايه النهارده اعمله. كده يا جماعه انا شاركت معاكم ازاي بخطط الاسبوع، وكمان خططنا مع بعض الاسبوع بتاعي الاسبوع ده، ووريتكم ازاي بخطط الايام بتاعتي وايه الحاجات اللي انا بعملها كمان في الاسبوع. يعني شاركتكم العادات اللي انا فعلا بعملها في الاسابيع بتاعتي. اتمنى اكون فدتكم، ولا اي حد خطط الاسبوع بتاعه بالطريقه دي يا ريت يقول لي عشان هكون مبسوطه جدا لو حد استخدم الطريقه بتاعتي. هي مش بتاعتي، انا ما اخترعتهاش، بس دي الطريقه اللي انا بمشي بيها، انا ما اعرفش بصراحه مين اخترعها. وبس كده يا جماعه، اتمنى لكم يوم جميل، وبس كده، يلا سلام.